في الحلويات الشرقية مفيش أحلى من البسبوسة، وخصوصا لما نعملها وتكون نتيجتها تحفة زي كده، مرملة ودايبة وطعمها أحلى كتير جدا من بره. مش هتقدروا تفرقوها عن بسبوسة الحلواني. هنحضر البسبوسة بالطريقة المكرملة أو هنحضر البسبوسة المكرملة. هنحتاج في الأول 200 جرام من السكر الأبيض، يعني حوالي كوباية، بس لما نشتغل بالجرامات هيكون أفضل. هضيف عليهم معلقة كبيرة من عسل النحل أو عسل الجلوكوز المتوفر عندنا هنستخدمه، وكمان ربع كوباية من المية. ومش هنقلب خالص فيهم بأي معلقة، هنرفعهم على النار. النار في الأول بتكون متوسطة لحد ما تبتدي تغلي والسكر يدوب زي كده. هنا بقى هنهدي النار هادية، وكل شوية هنحركه حركة دائرية من غير أي معلقة. هنمسك الحلة ونحركها حركة دائرية، بس هنحرك السكر علشان ما يتلسعش لحد ما نوصل للون الكراميل الفاتح الحلو ده. بالظبط ده لون المطلوب. هنا هضيف 170 جرام من السمنة، ولو سمنة بلدي طبعا يكون أفضل كتير، النتيجة هتكون تحفة والطعم أحلى طبعا. 170 جرام من السمنة، وهقلب تقليبة بسيطة. وبعدين هضيف 150 ملي من الحليب البارد. أول ما نضيف الحليب هنلاحظ إن الخليط قفش والسكر اتجمد، مفيش أي مشكلة، هنستمر في التقليب لحد ما يدوب تماما. ولازم نتأكد إن مفيش فيه أي تكتلات، وممكن يحصل معانا زي فوران كده، ده بتكون النار عالية أو إحنا نكون علينا النار واستعجلنا. لأ، لازم النار تكون متوسطة. من وقت ما هدينا النار مش هنعليها تاني. هنقلب باستمرار لحد ما السكر يدوب تماما كده. تمام قوي. هنلاحظ ان في تفتيلات من الحليب ده علشان ضفنا الحليب وهو بارد والخليط سخن. مفيش اي مشكله، والتفتيلات دي بتكون حلوه قوي، ودي بتدينا النتيجه الحلوه والترميله الحلوه للبسبوسه. هنقل الخليط في بوله علشان يهدى شويه. بعد ما بيهدى، مش هيبرد تماما بس يهدى شويه عشان نقدر نتعامل بيه، هضيفه على دقيق البسبوسه او دقيق السميد. معايا نص كيلو 500 جرام من دقيق البسبوسه. وهقلب، مش هعجن خالص، انا هقلب بس كده من تحت لفوق علشان المكونات كلها تكون متجانسه والخليط متجانس وكده. تمام قوي. ما نقلبش كتير، لو قلبنا كتير البسبوسه هتكون ناشفه ونتيجتها مش هتبقى حلوه خالص. كده خلاص تمام قوي. هكون هنا محضره معايا صينيه ودهناها بالسمنه. الصينيه دي مقاس 30، وطبعا مشغلين الفرن قبلها على الاقل ب10 دقايق على درجه حراره 200 من تحت بس. هنوزع خليط البسبوسه كويس في الصينيه. نقدر نوزعه بايدينا طبعا، نبل ايدينا سمنه ونوزعه كويس في الصينيه او بالسباتيولا زي ما تحبوا. بعد ما بنوزعه بنخبطه خبطتين كده علشان نتاكد ان السطح بتاعه مستوي. بعد كده التزيين ده يرجع لكم. انا هزين هنا بحبات من اللوز، تقدروا تزينوا بالفول السوداني او اي نوع مكسرات متوفره عندكم. كمان تقدروا تزينوا بالكريز، وكمان تقدروا تسيبوها ساده بتكون حلوه جدا. بعد ما زينتها بحبات اللوز هدخلها الفرن على الرف الاوسط على الشبكه على درجه حراره 200. هتاخد وقت، ولو في طبعا مروحه بيكون حلوه جدا. هتاخد وقت من 20 ل 25 دقيقه. وهنا هنحضر الشربات بتاع البسبوسه. معايا كوبايه ونص من السكر، ضفت عليهم كوبايتين من الميه. الشربات بيكون خفيف، وهرفعهم على النار مع عصره ليمون. واول ما يغلي اول ما يغلي بنهدي النار، يعني نار متوسطه، وبنسيبه كمان يغلي 5 دقايق. وقبل ما نطفي عليه على طول بنضيف كام نقطه من الفانيليا السايله او باكت من الفانيليا الباودر زي ما تحب. وهنا البسبوسه بتكون خرجت من الفرن. اول ما الجوانب بتاعتها بتفك كده، جوانب الصينيه بتفك بتكون خدت لون حلو، وكمان الوش خد تحميره بسيطه كده، البسبوسه بتكون جاهزه. ونبتدي نسقيها بالشربات. الشربات عندنا بيكون سخن والبسبوسه سخنه، الشربات خفيف. هنسقيها شويه شويه بالشربات، واول ما تشرب الكميه اللي ضفناها بنضيف كميه تاني. يعني بنسقي البسبوسه بالتدريج، ولازم الشربات يكون سخن وهي سخنه كده. حلوة قوي. هضيف دلوقتي باقي كمية الشربات وهسيبها لحد ما تبرد. لما تبرد هنلاحظ ان هي شربت كل الشربات. طب نعرف منين ان البسبوسة بتاعتنا ناجحة؟ لما تشرب كل كمية الشربات اللي احنا حضرناها. يعني البسبوسة اللي احنا حضرناها هتشرب الشربات اللي هو عبارة عن كوباية ونص سكر وكوبايتين من المية، شربات خفيف. ما شاء الله نتيجتها تحفة. بعد ما بردت وشها بيلمع، التشققات اللي كانت خارجة بيها من الفرن خلاص اختفت اول ما شربت كل كمية الشربات. وكمان
وشها لونه حلو. لو تلاحظوا خدت اهو لونها اغمق شويه عن ما كانت خارجه من الفرن. عشان كده بقول لكم يعني ما تتاخروش عليها في الفرن او تسيبوها تاخد لون اكتر من كده، علشان كمان ما تتحمصش قوي من تحت وتكون مش لطيفه. شايفين بقى دايبه ازاي، والجوانب تحفه، اخدها كده تحميصه حلوه، والقاع اخد اللون الحلو فظيعه. لو انتوا رايحين زياره لحد او في ضيوف جايين لكم وعملتوها هتشرفكم جدا، ومفيش حد هيدوقها غير لازم هيسالكم على الطريقه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. من غير زبادي ولا بيكنج باودر ولا جوز هند عملنا البسبوسه المكرمله. هستنى اقراكم في الكومنتات. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو ومتابعه للصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.